القولون، وما أدراك ما القولون. بلاوي الدنيا كلها من وراء القولون، عشرات الأمراض من وراء القولون. القولون العصبي والهضمي يسبب عدم انتظام ضربات القلب، وجع بالمعدة، إمساك، إسهال، مزاج سيء 24 ساعة. بعض العوائل وصلوا للطلاق من القولون العصبي. هو هضمي يؤدي إلى عصبي. تاكل أكلة تظل بمعدتك، خصوصا اللي عنده كرش واللي عنده طيات. يفوت الأكل والخبز الأبيض، الطحين الأبيض يفوت بالطيات، يفوت بهاي الطية، يظل يصير مثل الحمصاية، يظل 17 سنة ما يطلع. كثير أمور. هذا الجزء الأول عن القولون إخواني. بقد ما هلقد تجيني أسئلة. أنا جاني واحد عنده ألم بالفقرات، ما عنده لا انزلاق لا رنين لا أشعة ملونة لا كذا لا كذا، بس عايش على المسكنات الرجل، عنده ألم كلش قوي بالفقرات. على ما فحصناه، لأن أنا اللي يجي عندي لازم أفحصه من شعر راسي إلى أصابع القدم، طلع عنده قولون عصبي مزمن مسبب إلى غازات. الغازات محصورة تضغط على الفقرة من الداخل، سوينا له القولون طاب. إخوان، حول الصرة توجد 7 مناطق عصبية، 7 نقاط عصبية، كل نقطة متجهة بشيء، ولهذا حبل المشيمة مرتبط بالصرة. طفل من يجي حبل المشيمة هو بالصرة. 7 نقاط، وحدة منها مرتبطة بالغدة النخامية، وحدة بالعين، وحدة بالنظر، وحدة بالبصر، وحدة بالسمع، وحدة بالحالة النفسية، وحدة بالأعصاب. يعني ايش احكي لكم، ما له داعي أطول عليكم. هذا القولون العصبي يوصلك للجنون. كثير ناس من القولون العصبي ارتكب جريمة. الحل الأطباء تروح عليه، خلي يشرح لكم إياها علميا. قولون الأمعاء الدقيقة والغليظة هيك مرتبة حلوة، سبحان الخالق تبارك الله فيما خلق، هيك مرتبة وحلوة. بسبب القولون العصبي أو الهضمي، نتيجة أما أكلة زينة أو صدمة نفسية أو رفع ثقل بشكل غلط أو كذا، هيك تصير عقدة. هيك إخوان، هيك عقدة تصير، شوفوها، الإمعاء تلتف على نفسها تصير عقدة. فيقوم الأب القولون العصبي يشرب قلاص مي يتدمر. كل اللي تاخذوه ملينات، كل اللي تاخذوه كذا. أو التقيؤ، تتقيأ تجبر نفسك تتقيأ، تقلب المعدة، ممكن تنفتح العقدة وممكن لا. زين اللي عنده عقدة وعقدتين وثلاثة وأربعة وخمسة، فد 17 سنة عنده قولون عصبي، شلون؟ بالطب ما له علاج. راح تروح يسوي لك أشعة وسونار، رجاء اسمعوني للأخير. يسوي لك يشوفون عندك عقد، يقول لك عندك عقدة بالمعدة ما نعرف شنو، الله اللي يستر. ياخذوا لك خزعة، ولا الخزعة يقول لك والله هاي حميدة.